اول ما طبعا بيلبسوه بيبقى عايزين حاجات سريعه، طبعا الدكتور او الممرضه بيبقى عايزين حاجات سريعه كده يلبسوه بسرعه. اخترت كله بيبقى فيه كباسيل كده عشان يبقى سهل كده في اللبس لما يجي يلبسوه، ولونه حلو كده وطري وجميل. من ورا كده ساده زي ما شايفين كده. هنا بقى كده فردته عشان هنبتدي نرص الحاجات اللي هتتلبس. هاخد كده معايا فلين حمالات بيضه زي ما شايفينها انتم، مقاسها كبير، لا هي مقاسها صغنون خالص وحلوه كده وجميله وطريه قطن جميله. اهم حاجه لما يتولد البيبي على يعني اول ما يتولد لبسيه حاجات قطن كده تبقى طريه كده على بشرته. وهاخد معايا كمان نص كم دي الفلينه النص كم، عشان خاطر طبعا زي ما قلت لكم البطن طبعا بيبقى يعني الجو في البطن من جوه، يعني الحراره يعني مش زي بره طبعا. لازم اول ما البيبي يتولد طبعا تلبسيه كده وتدفيه عشان الحراره جوه مش زي بره. بعد كده اول ما ان شاء الله كده تروحي البيت بالسلامه يبقى قلعيه بقى النص كم او الكم يعني خففي له. بس اهم حاجه الكام ساعه اول ما يتولد لازم حاجات يعني تقيله عشان الجو بره مش زي بطن الام طبعا. هنا هرص الحاجه بالتدريج كده اول ما هيلبس يعني السلوبيتا خليتها من بره عشان دي في الاخر، والفلينة النص كم خليتها تاني واحدة، والحمالات بعدها يعني تدريجيا كده من اول حاجة هيلبسها. والبوكسر ده لقيت المقاس ده الابيض انا خدته استبن كبير شوية، ده صغنن كده، واهم حاجة يكون استيكه حلو، ما يكونش الاستيك بتاعه ضيق كده عشان ما يعني ما يضايقش الطفل كده اول ما يتولد، يكون استيكه حلو وطري. والبامبرز خدت كده برضو واحد كده في قلب السلوبيتا. اهم حاجه البامبرز يكون بتاع حديث الولاده، يكون بتاع السره في فتحه السره. يعني ايه فتحه السره؟ بيبقى عامل لي كده مكان لفتحه السره عشان خاطر لما تيجي تلبسي البيبي ما يضايقهوش. لكن اللي هو بيبقى ملهوش مكان لفتحه السره بتيجي تتني بقى البامبرز وكل شويه يتفلت ويضايق السره ويضايق البيبي، لا دي كده عامل لك فتحه مخصوص لفتحه السره. ومقاس واحد طبعا حديث ولاده وصغنون كده وقمر، حاجه كده كيوته. وكمان دخلت الطاقية عشان خاطر طبعا راس البيبي بتبقى دفيانة وكده، لازم حاجة تدفي راسه عشان ما يبقاش بردان. وكلهم في قلب السلوبيت كده، وطبقناه تطبيقة حلوة كده عشان خاطر اللي هيجي يلبسه طبعا يفتح السلوبيت ويلاقي كل حاجة كده منظمة ومترتبة من الأول كده لحد الآخر. وبعد كده عندك بقى كيسة، عندك شنطة بتاعت السلوبيتا نفسها، يعني مطرح السلوبيت ما طلعتيه بدل ما ترمي الكيس لا هنطبق الطقم كده زي ما شايفين. وبعد كده هتدخليه كده في الكيس زي ما شايفين كده انا بطبقه تطبيقه حلوه كده ونطلع منه الهواء، ويعني نرسمه كده خليه مرسوم كده، وهنطبقه تطبيقه حلوه كده عشان خاطر باذن الله ان شاء الله لما البيبي يطلع بالسلامه والممرضه تيجي تقول والدتك او تقول المرافق اللي معاكي عايزين هدوم البيبي تديها له بكيسه، عشان خاطر طبعا هدوم البيبي وبشرته بتبقى حساسه من ايد لايد لايد لحد ما. ألف مبروك العافية. بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا. ربنا يفرحكم ويسعد قلبكم يا رب. قبل ما نبتدي النهارده يومنا النهارده والفيديو بتاعنا ما ننساش طبعا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا مش فاهمين حاجه، ايه اللي جايه لنا بيه النهارده يوم البنات؟ ايه الفيديو العجيب ده؟ انا حبيت النهارده انزل الفيديو ده يعني يبقى كده موجود في القناه ما يتنسيش. من اول تحضير شنطه الولاده ليوم الولاده ليوم السبوع، تحضيرات السبوع، كل حاجه. انا حبيت اجمع اللحظات كلها كده في فيديو واحد عشان يبقى موجود كده في القناه، يبقى ذكرى كده في القناه. انا شاركتكم الفيديوهات دي، تحضيرات شنطه الولاده ويوم الولاده وتحضيرات السبوع ويوم السبوع، كل حاجه كنت مشاركاكم فيها. اللي ما شافش الفيديوهات دي او جديد في القناه ارجعوا نوروني في الفيديوهات دي واعملوا لي احلى لايك من ايديكم يا قلب اختكم. الشنطة دي بنعبي فيها الفل ده الألوان، وبندخل فيها مصحف وشوكلت وشمعة والكارت، وبيبقى كده ايه في شنطة كده المصحف بين الفل كده بيبقى شكله حلو كده، يعتبر هدية كده. بنخليه كده جوه النيش على التسريحة، بيبقى حلو كده، حاجة كده ذكرى للبيبي يعني. انا عبيت شنط المصحف وعبينا الفشار وكل حاجة احنا عاملينها، وفكرة المصحف انا اللي عملتها يعني. شوفوا الفيديوهات دي كنت مشاركة لكم يعني كل حاجة اول باول.
هنا ده كمان الملبس ده الحلو ده اللي هو عامل زي البيض كده الملون، عشان نعبي بقى القراطيس اهو تحفة. احنا بنحب اللي هو البيض ده، اسمه بيض، معرفش اسمه ايه عندكم. كمان فول سوداني والطوفي اهو، كمان الطوفي، كل حاجة عبيت معاكم. كمان حاجة السبوع شاركتكم اليوم ده بكل تفاصيله اهو، كمان الفول السوداني والملبس ده، وطبعا سيد السبوع ايه الفشار طبعا الاساسي طبعا اهو، كمان الفشار. كل حاجة حضرناها مع بعض وكل حاجة عملناها مع بعض، شاركتكم الايام دي كلها. ارجعوا شوفوا الفيديوهات دي بالتفصيل. انا حبيت بس يبقى ايه المقطع ده بس نفتكر بس اليوم ده بكل تفاصيله ايه حصل فيه بقى. نرجع بقى كده لورا شوية ونفتكر الايام الحلوة دي. كمان هنا في بلح، بنعبي برضو بلح ادي القرطاس كده، بيبقى فيه بلح بقى وفول سوداني وفشار وطوفي والملبس اللي هو البيض دي، وشمعة وكارت، بيبقى ايه وحمص كمان، بيبقى يعني ايه مليان. ادي كده بعد ما عبينا القراطيس زي ما انتم شايفين بتاعت السبوع اهو، القرطاس فيه كل حاجه من الايه الموجوده عبيناها. احنا مش فاهمين انت ليه بترجعي بالفيديوهات دي تاني. انا حبيت زي ما قلت لكم الفيديو ده يعني يبقى موجود في القناه، يبقى ذكرى من تحضيرات شنطه الولاده ليوم الولاده ليوم السبوع ليومنا هذا، يبقى كده ذكرى في القناه. ادي حاجه السبوع بعد ما عبيناها، وكمان الشنطة بعد ما عبيتها دخلت فيها المصحف، الفل الملون، الشوكولات، الكارت، الشمعة. ادي الشنطة زي ما شايفين. يلا بينا يوم السبت. شوقه يجري ويتدلع، يكبر وسنانه تتخلع، ونقيد الشمعة ونولع. يلا يا غربال، يلا يا غربال، يلا يا غربال، هز وطلع. على شوقه يجري ويتدلع، يكبر وسنانه تتخلع، ونقيد الشمعة ونولع. يلا يا غربال، يلا يا غربال. حبيت اضيف الكام مقطع ده بس نرجع لورا شوية كده سنة. طب ايه اللي في الكيس ده؟ ده بقى الحاجة الجديدة بقى، التحضيرات بقى الجديدة عشان المناسبة الحلوة. ايه هي المناسبة الحلوة؟ طبعا كده خلاص انتوا عرفتوا. بنحضر بقى الايه، جبنا الطبقة دي بتاعت العيد ميلاد. يبقى ايه بقى تحضيرات بقى عشان عيد ميلاد ابني، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويجعله ذرية صالحة هو واخواته، ويبارك لي فيهم يا رب ويجعلهم كده ذرية صالحة. عشان كده انا حبيت اعمل الفيديو ده من يوم تحضيرات شنطة الولادة ليوم الولادة ليوم السبوع، تحضيرات السبوع لعيد ميلاده. يبقى كده الفيديو كامل كده، الحدث كله مع بعض، يبقى ذكرى كده موجود عندي في القناة. الطبقة دي جبت كده 3 دست عشان ايه الجاتو والتورته وكده. نوعت يعني في الاشكال، مرضتش اجيب كله شكل واحد، حبيت انوع عشان الاولاد تفرح وكده. احنا بنعمله عشان الاولاد، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. جبت كمان شوك، جبت يعني ايه الحاجات اللي احنا هنستخدمها. جبت ايه كمان، جبنا كمان كوبايات عشان يعني ما نقعدش بقى نغسل وكده. قلت ايه يعني يبقى كل حاجة ناكل ونشرب فيها ونرميها، بدل ما نستخدم يعني حاجات صيني حاجات كده من البيت ونغسل، لا نبقى يعني نستخدمها ونرميها على طول. جبت الكوبايات الشفافة دي كده عشان ايه السائع يعني. يلا بينا ناخد الحاجات. ورحنا فين بقى؟ رحت عند بيت والدي وجبت كمان الحلويات وادي التورته، هنفتحها مع بعض ونجهز كل حاجه مع بعض. انا عملت عيد الميلاد عند بيت والدي، ربنا يبارك فيهم يا رب ومفتوح بحسهم. يلا مستعدين؟ يلا بينا. وادي بقى يوم عيد الميلاد. كنت عايزه اعمل حاجات زينه اكتر من كده بس الوقت معايا كان ضيق. وادي بقى التورتيه القمر، كل سنه وانت طيب يا محمد. التورتيه كانت زي العسل، نصها كان اسود ونصها كان ابيض، كانت زي العسل، وكل حاجه كانت ما شاء الله زي العسل، واليوم كان زي العسل وماشي زي الفل، بسم الله ما شاء الله. صينه بقى كده الطباقه فيها الحاجات الحلوه، وبعد كده هنقطع التورته جنبها وهنفرغ دلوقتي السائع. وادي الشمعة رقم 1 رقم 1
ربنا يبارك فيه ويحفظه هو واخواته ويجعلهم كده ذريه صالحه. كل سنه وانت طيب يا محمد. كان نفسي يعني اعمل عليها صورته التورته، بس الوقت كان معايا ضيق وكل حاجه جت بسرعه، بس كل حاجه بصراحه طلعت زي ما انا كنت عايزه واكتر. ادي بقى السفره بتاعتنا الجميله، ودلوقتي هنطلع كمان السائع في الكوبايات. والحمد لله كان اليوم جميل جدا وكان اليوم حلو. واشكر كل حبايبي اللي نوروني، ربنا يخليكم لي يا رب ويخلينا لبعض ومتجمعين في الفرح دايما. مستنيه بقى تعليقاتكم الجميله ودعوتكم الجميله واحلى لايك للفيديو. لو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي بسرعه اشتركي في القناه عشان عيلتي التانيه تكبر بيكي قلب اختك. استنوني الفيديو الجاي، فيديو جامد جدا. اسيبكم في رعايه الله حفظه. السلام عليكم ورحمه